الترند هذا الأسبوع والأسبوع الماضي رياض الزلمة وعثمان بيك في مسلسل قيامة عثمان. اي والله. يا سلام، شوفوا على هنجمة، شوفوا والأخ صقر اليافعي أيضا. شوفوا الوقفة، وقفة عسكري جندي. أولا أشكر كل من ساندنا، كل من دعمنا، ولو بالكلمة ولو بالنشر ولو بالإشارة بالإشادة، الذي قدموا لنا الدعم المعنوي في هذا الأداء الذي قمنا به، رغم أنه مشهد واحد يعني، وإن شاء الله في الأيام القادمة سيكون لنا مشاهد ومن جنود عثمان. الرسالة الأولى: أقدم كلمة شكر لأصحابي، كل من دعمنا ولو بالكلمة ولو بالإشارة ولو بالإشادة بالنشر بالرد على أولئك الكلاب النابحة. شفت معي أصحاب قسم بالله يعني ما احتجت ان انا ارد على اولئك، كانوا يردوا ردود اقسم بالله ترفع الراس. تحياتي لكم وجزيل الشكر، تحياتي من اعماق قلبي. هذا اولا. ثانيا، هي رسالتي لاولئك الكلاب النابحه من ظلوا ينبحوا فينا ليل نهار ونحن نسمع اصواتهم. وجودكم في حياتنا شيء طبيعي، من الطبيعي ان تكون الحياه مملوءه بالكلاب النابحه. مش معقول انه واحد مننا يعيش في هذا الزمن او عاش في هذا الزمن وخرج شارع لم يجد كلب ينبح فيه، ينبح ولو من بعيد. النبح لو جيهنا مش ممكن، مستحيل. ما قد حد خلق انه بينبح في وجيهنا، بس النبح من خلف الشاشات يعني شيء طبيعي. وليس لدينا لكل من نبح حجرا. رحم الله الشافعي حين قال: لو كل كلب نبح ألقمته حجرا لأصبح الحجر بديناره. يعني البعض هؤلاء الكلاب حلم حياته انه يشوف جعفر ويتصور معه. جعفر ابو اللقف ذاك حلم حياته انه يشوفه يتصور معه. حصان التحرير قتلوه تصوير، ثلثين الشعب قتلوه تصوير، ومن ما تصور معه ركز صورة براس الديوان. واحنا تصورنا مع اشهر ممثل في العالم، وليست صورة، دخلنا في مشهد معه، مشهد بطولي، حملنا السيوف ومقاتلين، ليس كما قال المرجفين ان هذا يمسح خال ولا هذا يوزع هريسة ولا هذا شغال بعربية ولا يبيع مدري ايش. ظهرنا مدججين بالاسلحة بعتادنا، مقاتلين من جيز اصحاب عثمان، من رفقائه وخلف ظهره. والله ما تقدر تعملها لو دفعت عمرك ومالك وقبيلتك وكل ما تملك. أنا أقول لك اختصرها لك، شخصيتك أنت إذا كانت مناسبة بيدفعوا لكم. باختصار، شفتوا صورنا؟ نزلنا عدة صور إحنا والمؤسس والداعم الرئيسي والممول والمنتج محمد بوزدار. نزلت أكثر من 20 صورة أنا وياه، وإحنا بنفطر وإحنا بنتغدي، وإحنا مفروض أنكم تعرفوا مصدر قوتنا فين. معنا الرأس الكبير احنا وياه جالسين، يعني جالسين نأكل ونضحك، ويسولف لنا عن تركيا، ونسولف له عن اليمن، ويسولف لنا عن مشاريعه في دبي، في أمريكا، في البحرين، في الكويت، في المملكة. رجال مليونير صارف على المسلسلات التركية مليارات الدولارات، ملايين الدولارات. منتظرك انت يا ابو يمن لما تيجي تديله 5,000 ولا 50,000 ولا 100,000 يتعشى بها عشاء. وعلى كل لا تصدق كلامي، خذ التجربة، خذ لك 100,000 و200 و300، زيد الرزم، زيدها وروح شوف جرب طريق مفتوحة، روح. عجزوا عن الدخول في هذا البرنامج كبار الممثلين والمشاهير العرب، حتى ولو في مشهد واحد. قلت لكم هي أرزاق مشيع على البكارة. جمعنا لقاء ومعرفة ودخلنا، ولا زلنا سوف ندخل في الأيام القادمة طالما وإحنا حاملين السيف من جنود عثمان. سوف نظهر معه في أي يوم، توقعوا ذلك. كل ما نروح تركيا بنعمل لنا مشهدين وانت نسمع نباحك. وقبل أختم المقطع أقولها لك: ظهرنا في أشهر المسلسلات التاريخية، أشهر مسلسل يشاهده 3 مليار مسلم وغير مسلم، مترجم ب39 لغة في كل أنحاء العالم يشاهدوا. ظهرنا وجنود من مقاتلين الدولة العثمانية، جنود من جنود عثمان، وخلف ظهر عثمان. ظهرنا ليست بصورة، ظهرنا مقاتلين مع أشهر ممثل في العالم، الذي يعجز كبار المسؤولين وكبار الأمراء أن يصلوا إلى صورة معه. ظهرنا مقاتلين معه وحاملين السلاح خلف ظهره مع أشهر ممثل في العالم، عثمان بيك. يطربنا صياحك، وما صياحك ونباحك إلا دليل على أننا وصلنا إلى مكان لا تستطيع أنت الوصول إليه. لم يستطيعوا كبار الفنانين، كبار الممثلين والمشاهير العرب، لم يستطيعوا الدخول حتى ولو في ربع مشهد، حتى بالظهور فجأة كذا. لذلك تحياتي لكل أصحابنا، كل من ساندنا، كل من شكرنا، كل من شجعنا، كل من أشار لنا وأشاد بنا ونشر وشارك وقام حتى بردوده على أولئك الكلاب النابحة. لكن أنا أقول لكم لا تردوا عليهم، فصياحهم ونباحهم يدل على أننا وصلنا إلى شيء
عجز الكثير الوصول إليه. تحياتي لكم، رياض الزنم الغازي، رياض ألب الزنم. أي ما شاء الله.